السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Fort Buckets for second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 lost of DS. أهلا بيكم في الحلقة رقم 16 من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقة النهاردة فيها رعب وغموض، واسم الحلقة لغز اختفاء المرضى. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في يوم 4 أكتوبر سنة 2017 وصل تاتيكا كاتساي، الأب للست أطفال واللي عنده 61 سنة ومعروف برضو باسم تي كي، لمستشفى في مدينة ستيلن بوش، وهي واحدة من أغنى مدن جنوب أفريقيا. تي كي عاش في المنطقة مع عيلته وكان بيعاني من بعض المشاكل في المعدة خلال الأشهر العديدة الماضية، وعشان كده قرر في اليوم ده أخيرا إنه هيجري عملية في بطنه للتخفيف من المشاكل دي. وبعد دخوله المبنى المستشفى تم تسجيل تي كي في الاستقبال، وبعد وقت قصير تم نقله لغرفة العمليات، وهناك بدأت الجراحة. وبعد فترة وبعد انتهاء العملية الجراحية تم نقل تيكي لغرفة الإنعاش في المستشفى، وكان من المقرر إنه يقعد هناك ليومين على الأقل عشان الأطباء والممرضات يراقبوه في خلال فترة تعافيه، وعشان يتأكدوا من عدم وجود مضاعفات في الإجراء الجراحي بتاعه. وبعد الظهر في يوم 4 أكتوبر كان تيكي قاعد في غرفة الإنعاش، وما كانش بيقدر يعمل أي حاجة ولا حتى يتحرك بسبب الجروح في بطنه والخياطة اللي مخلياه ما يقدرش يقوم من مكانه. وكان بيقضي أغلب الوقت في سريره بيتفرج على التلفزيون وبياكل وبيقابل أفراد عيلته اللي بييجوا يزوروه في المستشفى. وفي نهاية اليوم ده تي كي كان متألم من الجروح، ولكنه كان بشكل عام في روح معنوية كويسة، وكان يبدو للطاقم الطبي إن الجراحة نجحت. وفي صباح اليوم التاني وعلى حوالي الساعة 5:15 الصبح، واحدة من الممرضات في المستشفى راحت لغرفة تيكي علشان تشوف حالته. ولما دخلت الأوضة لقت إن تيكي كان صاحي وكان بادي عليه إن هو طبيعي تماما. وبعد محادثة قصيرة الممرضة قالت له إنها هتروح تجيب له بعض الأغطية النظيفة عشان ترتب سريره. فتيكي شكرها والممرضة خرجت من الأوضة، وبعد دقايق كانت جابت الأغطية الجديدة ورجعت للأوضة، ولكن المرة دي ما لقيتش تيكي في سريره. فقالت إنه أكيد دخل الحمام بتاع الأوضة، وده لأن باب الحمام كان مقفول. وبدأت بتبديل الأغطية على السرير، وبعد ما خلصت بصت على باب الحمام وهي متوقعة إن تيكي يخرج من جوه في أي وقت. ولكن بعد دقايق ما عدت تيكي ما كانش خرج. هنا الممرضة قررت تخبط على الباب عشان تطمن على حالته، ولكن ما كانش في أي حد بيرد. الممرضة بدأت تقلق، فقررت تجرب مقبض الباب وخبطت تاني، ولكن محدش كان بيرد. ولما فتحت الباب كان الحمام فاضي. هنا الممرضة اتخضت وما كانتش عارفة تيكي راح فين. بدأت تدور عليه في الأوضة وتحت السرير وفي كل مكان، ولكنه ما كانش موجود. وفكرت إن المكان الوحيد اللي ممكن يدخل أو يخرج منه هو باب الأوضة الرئيسي، وقالت إنه لو كان خرج من الباب كان أكيد هتشوفه وهي بتجيب الأغطية. غير كده أصلا تيكي كان عنده جرح كبير على بطنه وخياطة، وما كانش يقدر يقف بسبب الألم، فازاي هيقدر يمشي أو يجري؟ الممرضة كانت تايهة تماما وراحت قالت لرؤسائها بالأمر. الرؤساء قرروا إن هم يدوروا على تيكي في المستشفى، ولكنهم هيعملوا كده بصمت عشان ما يتصلوش بأسرته ويقلقوهم، وعشان الشرطة ما تسمعش عن الموضوع. وغالبا المستشفى عملوا كده علشان الموضوع بالنسبة لهم ما كانش حاجة طارئة، وإن دي حاجة نادرة إنها تحصل وأكيد هيلاقوا تيكي بسرعة، أو إنهم ما كانوش عايزين يبانوا إنهم ضيعوا واحد من مرضاهم. على أي حال كانوا بيدوروا على تيكي في المستشفى طول اليوم، ولكنهم ما كانوش لاقيينه. وبعد اختفائه بيوم واللي كان يوم 6 أكتوبر دوروا عليه تاني ولكنهم ملقوش في أي حتة. وفي النهاية وبعد 48 ساعة من اختفائه المستشفى قرروا يتواصلوا مع أسرة تيكي ويسألوهم لو هم خدوا تيكي معاهم.
بس طبعا الأسرة قالت إن تيكي المفروض يكون في المستشفى، وكانوا في حالة من الرعب. مستشفى قالوا لهم إن هو خرج من يومين ومش عارفين هو فين. العيلة اتصدمت، مش بس عشان المستشفى ما قالتلهمش أي حاجة، كمان عشان ما حدش بلغ الشرطة عن اختفاء أبوهم. وبسرعة اتصلوا بالشرطة، وفي نفس اليوم ده الشرطة راحت للمستشفى في مدينة ستيلن بوش، وبدأت عملية بحث علنية عن تيكي في المستشفى، ولكن بدون نتيجة. وبدأت السلطات توسع دايرة البحث عن تيكي في المناطق المجاورة للمستشفى، بس بعد ما لقاهوش المحاولات بدأت تقل، وعيلة تيكي كانت في حالة يأس تام ومش عارفين ايه اللي حصل لوالدهم بعد 15 يوم من اختفائه. وفي يوم 20 أكتوبر وبعد 15 يوم من اختفائه كان في فريق بناء في المستشفى شغال على تجديد واحد من الأقسام. من ضمن الفريق ده كان في واحد من العمال كان لازم يطلع فوق السقف الصناعي، وهو بيكون ألواح الخشب اللي محطوطة في سقف المستشفى ومحطوط فيها إضاءات. المكان ده بيكون ضيق جدا ومليان بالسلوك، ومحدش بيدخله غير العمال. العامل طلع عشان يجدد حاجة فوق، وكان لابس كشاف على راسه بيبص حواليه عشان يشوف المكان اللي هيبتدي الشغل منه. واتفزع العامل لما شاف جثة تيكي محشورة في المكان الضيق اللي في السقف. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку, кошечка. وبعد تبليغ السلطات محدش كان عارف ازاي تيكي وصل للمكان الصغير ده، وازاي اصلا وصل للسقف وهو عنده الجروح الخطيرة في بطنه. وبعد تشريح الجثة كانت النتائج غريبة جدا، وقرروا ان هم ما يكشفوش التقرير الكامل للناس. وبعد تواصل عيلة تيكي مع المستشفى كان في تلميح منهم إن أسباب موت تيكي ما كانتش أسباب طبيعية، وإن حاجة حصلت له وهي اللي خلته يكون في المكان ده. ولكن المستشفى ما كانش عندهم التقرير الكامل من الطب الشرعي، ولكنهم كانوا بيرجحوا إن تيكي كان ميت أصلا قبل ما يطلع للسقف، وده اللي بيعني إن شخص ما أو شيء ما هو اللي حطه هناك. القصة كانت غريبة وأثارت الكثير من النقاشات ما بين الناس، ولكن الموضوع بقى أغرب بعد سنة ونص، وتحديدا في يوم 10 مايو سنة 2019 لما وصل راجل بيبلغ من العمر 53 سنة واسمه سانديل سابيا لمستشفى تانية في جنوب أفريقيا، في واحدة من المدن اسمها دوربان، واللي بتعتبر واحدة من أجمل وأغنى المدن في جنوب أفريقيا زي ستيلنبوش. وكان سانديل بيشتغل في البناء، وكان شغال على واحد من البيوت لما وقع وكسر رجله، تحديدا كسر عظمة الفخذ، ودي واحدة من أكبر العظام في الجسم، وبمجرد كسرها البني آدم ما بيقدرش يمشي. عشان كده بمساعدة من الأصدقاء بتوعه وعيلته ودوا سانديل للمستشفى وبدأ يتعالج هناك. وبعد يومين وفي يوم 17 مايو كان سانديل لسه في المستشفى بيتعافى من الكسر. في اليوم ده ابن عمه جه لزيارته وقال إن سانديل كان طبيعي تماما، وسانديل قال له إن هو بعد ما يخرج من المستشفى دي هيتم نقله لمستشفى تانية عشان يعملوا له إشاعة على رجله، وإنه هيتكلم مع جراح عظام تاني. وبعد ما مشي ابن عمه من المستشفى دخل الأطباء لأوضة سانديل عشان يجهزوه إنه يتنقل للمستشفى التانية، ولكنهم اتفاجئوا لما ما لقاهوش. ولكن المستشفى دي كانت معروفة بنسبة أمانها الشديد، وكانت مختلفة عن المستشفى في مدينة ستيلنبوش. علشان كده بسرعة وبعد اختفاء المريض بلغوا السلطات وقالوا لهم إن هم فاقدين واحد من مرضاهم، وبدأوا يدوروا عليه في المستشفى كلها بشكل علني. وفي يوم 18 مايو واللي كان بعد 6 أيام من اختفاء سنديل بدأت المستشفى تشم ريحة كريهة جاية من واحدة من الأجنحة
جوه المستشفى. وعمال المستشفى اتبعوا الريحة لحد ما وصلوا لواحدة من خزانات النظافة، ولما فتحوها شافوا سائل أسود بينقط من السقف. وبعد ما وصلوا للمصدر لقوا إن السائل ده كان جاي من جسم سنديل المتحلل اللي محشور في السقف بطريقة غريبة. وبعد إجراء التشريح على جثة سنديل بسرعة كبيرة، السلطات قرروا إن هما ما يعلنوش تقرير النتائج بشكل علني. حتى عيلة سنديل ما اتكلموش عن نتائج التحليل بشكل علني. كل اللي نعرفه إنه في خلال 2 حصل حاجة غريبة خرج فيها رجلين مختلفين تماما وهم مش قادرين يمشوا وعاجزين عن المشي من أوضهم في مستشفيتين مختلفتين، وماتوا. وبعد كده لقوهم محشورين في السقف من غير ما أي حد من الموظفين يلاحظهم. بيعتقد بعض من الناس إن الاتنين اتسللوا للسقف، وبيعتقد تانيين إن هما اتقتلوا وحد حطهم هناك. وفي ناس تانية بتعتقد إن الحالتين دول بيمثلوا لظاهرة اختفاء الفجائي والظهور الفوري، وهي ظاهرة فرضية بتتكلم عن إن إنسان ممكن يختفي فجأة ويظهر في مكان تاني بدون أي سبب، لكنها كلها فرضيات ملهاش أساس من الصحة بأي شكل. ولحد يومنا ده مفيش تفسير رسمي للحالتين دول ولا إيه اللي حصل لهم عشان تكون نهايتهم بالشكل ده، وبتظل القضية غامضة وملهاش حل. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، بوديو، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.